السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال لسيادة وزير الشباب والرياضة الأستاذ أشرف صبحي. أنت ليه صابر على مجلس إدارة نادي الزمالك كل ده ومحلتش المجلس؟ طالما مجلس الإدارة عنده مخالفات مالية وإهدار للمال العام، ليه اقتراح الأرض البديلة طالما المجلس ده عنده مصايب سودة في موضوع الأرض؟ ليه نادي الزمالك اللي بيدفع التمن على طول؟ ليه نادي الزمالك بيبقى الضحية مش الأشخاص؟ ليه الناس دي ما اتحاسبتش على إهدار المال العام لحد دلوقتي؟ ده لو في إهدار للمال العام وفي الكلام اللي أدى لسحب الأرض وخراب نادي الزمالك ودمار نادي الزمالك، ولسه الخراب جاي. وليه اقترحتوا ان النادي الزمالك ياخد ارض بديله؟ طب احنا لحد امتى هنفضل في الموال الاسود ده؟ ليه؟ اهو الموال الاسود اللي انا لابسه ده زي التيشيرت اللي انا لابسه. نادي الزمالك هيفضل يدفع الثمن لحد امتى يا سياده الوزير؟ لحد امتى نادي الزمالك هيفضل يدفع الثمن؟ ما حد يفهمنا بقى. الزمالك كل يوم من كارثه لنصيبه، والجماهير ما بقتش فاهمه حاجه، واحنا اللي بندفع الثمن وشايفين نادي الزمالك رايح لحيطه سد. ريحونا وريحوا نفسكم وقولوا لنا الحل ايه؟ تقفلوها وتريحوا دماغكم، ولا هنفضل في الموال ده طول عمرنا عايشين دور الكومبارس، ولا ايه؟ طيب يا تقفلوها يا تسيبوا نادي الزمالك في حاله. سلام.